بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، حبيباتي، حبيبات قناة للبساطة أسرار مع أم جود. مرحبا بكم دائما مع عائلتنا الصغيرة اللي ديما كما نقولكم تكبر بكم ومعاكم. نورتوني. بدون إطالة، وصفة اليوم لنهار اليوم اللي جبتها لكم حبيباتي هي بروكلو، طبق بروكلو بالمرقة الحمراء أو شطيطها بروكلو، يعني مرق بروكلو بالدجاج. راح نديروه على الطريقة تاع ناس زمان، تاع بكري، تاع أمهاتنا، الطريقة التقليدية يعني المعروفة. أنا كما نقولوا تشهيت وأنا بالطريقة هذه. بغينا نرجع شوية للأصالة، شوية للأطباق تاع ياماتنا تاع زمان كي كنا صغار. انا هذاك الطبق حقيقه نموت عليه، يعني بروكلو مرقه حمراء او شطيطها بروكلو بالحمص والدجاج نعشقه. انا لهنا واش عندي راس بروكلو راح نسبق فيها اولا باش نطيبه في الماء والملح كما ديما نقول لكم. ورقه رند اللي عندها حبيبات نتاع الكمون باش نمنعوا الانتفاخ، ونقطعوا البروكلو هذا تاعنا ازهار، يعني نحافظوا عليه ازهار هكا. الماء اني سبقت فيه، اني حطيته فوق النار ويغلي. راح نقطعوه مع بعضنا ونعاودوا نرجعوا نشوفوا كيفاه نلوحوه في الماء يغلي ويطيب. هاولا هنا البروكلو نتاعنا حبيباتي، ما نعرفت الصوره يعني نتمنى تكون هاي واضحه. حكمت له هذه القاعده هذه نتاع الحشيش هذا الاخضر، هذا اللي كان هنايا هكا بالطريقه هذه نحيتها له، ونحيت له هذا العرق هذا اللي يكون هنا، الراس هذا اللي يكون هنا كان هنا هكا نحيتها له باش كيما نقولوا نخرج مباشره على الزهرات هذو تاع البروكلو. هاهم نحافظ عليهم هكا زهرات، ما نفتتوش لانه من بعد في الطياب لازم يبقى شكله مليح باش من بعد نديروا له البيض ونقليو. هاي الزهرات نتاعنا يعني بالنسبه للبنات المبتدئات المقبلات على الزواج اللي راح يفتحوا بيوت جديده، نقول لهم ربي يهنيهم ان شاء الله، ربي يرزقهم برنوس ستر ان شاء الله. هذو هما الزهرات نتاعي لازم نحافظ عليهم، لانه السيدات يعني تبارك الله عليهم جميع الاخوات راهم يعرفوا كيف يقطعوا البروكلو، لكن كاين فتيات يعني صغيرات هكا مازال باغيين يتعلموا، انسات. ها هي نحافظوا على الزهره نتاعنا، زهرات القرنبيط هذه تكون هكا بالطريقه هذه، يعني نحاولوا ديما نهزوا من عند بعضنا. علاش كاين اخوات يقولوا لك كيف احنا ما نعرفوش نقصوا الشوفلور او البروكلو. لا تبارك الله عليكم حبيباتي، وشي نحبوا هكا نتشاركوا مع بعضنا فقط. ها هي الازهار نتاعي، من بعد اذا جاتني انا في الطياب كي طيب هاد الازهار تجيني كبيره راح نقصها هكا الوحده على زوج ونستعملها البيض ونقليها ونديروا لاصوص نتاعنا عادي بالطريقه هذه كامل. راح نكمل هذوك الازهار اللي عندي نحافظ عليهم فقط ما نفتتهمش. ها هي كيما هذو هم زوج زهرات نديرهم هكا فقط، هكا كي تعود هكا فيها شويه انطاش خفيفه هكا براس السكين فقط هكا، ومن بعد ندير لهم تشليله خفيفه فيها ماء وملح، نشل لهم ساع مليح تحت العين، ماء وملح وخل، ينقعهم شويه لانه احيانا تكون هكا في وسط الزهرات هذو تكون حشرات رقيقه لا ترى بالعين المجرده. ننقعهم هكا دقائق، هكا دقيقه فقط مع الماء والملح والخل، ونصفيهم مليح ونلوحوا في الماء تاعي يغليو. هاو الماء تاعي لهنا اخواتي هاو غلا. بسم الله راح نلوح القرنبيط نتاعي ولا البروكلو نتاعي. هاد الزهرات هذه هاكم تشوفوا لحت في الماء نتاعي، لحت له ملعقه خل فقط باش نمنع هذيك الرائحه الكريهه، او شريحه ليمون اللي عندها. خي سبق في القناه ونعدت لكم يعني طريقه التخلص من رائحه الشوفلور وهو يغلي. لهنا راح نخليه يطيب مليح، وراح نلوح له حوالي ملعقه كبيره ملح. هاهو نخليه يطيب جيدا. تقدر ايضا الاخت تلوح قطعه خبز يابس لهنا في وسط القدر نتاعها باش يمتص هذيك الرائحه الكريهه. بعد ما حطينا اخواتي الشوفلور تاعنا او البروكولي تاعنا يطيب في الماء والملح يغلي يعني يطيب جيدا، نفوتوا لتحضير المرق. هو مرق يعني احمر عادي، تكون صوص شويه ثقيله. وش فيها هذا لاصوص؟ عندنا لهنا بصل مرحي، عندنا لهنا ثوم مرحيه كما راكم تشاهدوا اخواتي حوالي 3 سنينات او 4، عندنا لهنا قطعه دجاج
عندي لهنا يعني قطع من ليكويس او من افخاذ الدجاج. راكم تشوفوا فيهم لهنا صفر لانه راني تبلتهم يعني مسبقا. انا الدجاج تاعي خي قلت لكم كي نجيبو نقيه نيطواييه، ننقعو شويه في الليمون وفي الخل وفي الملح، نقطرو مليح وما نكونجليهش هكاك، ما نخبيش في المجمد هكاك، نتبلو بشويه توابل ونخبيه هكا دي مورسو. كي نحتاج نجبد الوقت الضروره قلنا توفر لي لهنا قطعتين من الدجاج معها ورق ترند تعطيها ذوق رائع. توابل واش عندي ملح لهنا، عندي فلفل الكحل قليل فقط ما نكثرش لانه بعد راح نزيد فلفل الكحل في البيض كي نجي نقليه، مع راس الحانوت مخلط معاه ايضا الكزبر، توابل جديده هذه كنت شريتها. عندي شويه زيت حوالي ملعقتين او 3 زيت. وبلا ما ننساو كي طيب هذا المرق تاعنا ويخثر عفوا لهنا نسيت نقول لكم الطماطم المصبره حوالي ملعقه هكاك او ملعقه ونصف، وهريسه المنزل ولا اللي توفرت لها الهريسه تاع برا، انا ديما عندي الهريسه هذه صنع منزلي. وفي الاخير كي يطيب لي المرق تاعي ويخثر عندي الحميصه اللي الحمص تاعها مش طايب، هاي تلحو مع الدجاج يعني باش يطيب كلش مع بعضه. انا الحمص نتاعي راهو طايب لهنا، من بعد كي يخثر لي ديك لاصوص وطيب لي الدجاج راح نضيف الحمص ونلوح لهنا الفلفله هذه تنسم لي يعني المرقه وخلاص يعني. وراح نطفي من بعد راح نقلي هذاك البروكلو كي يطيب نقطرو ونقليه في البيض والمعدنوس. ونحتاج يعني ما قلتش يعني المعدنوس نحتاجها نقطعها في وسط البيض، ونحتاج دبشه كنزين بها فقط للتزيين من فوق. لهنا راح ندوز المرقه نتاعي عادي يعني مرق عادي احمر صلصه حمراء. بسم الله. نحط البصل كما ديما متعودين على جود، هي ديما تطبخ معاكم المراقي وتطبخ معاكم الصلصات. لهنا مرقه حمراء عادي ولكن تكون شويه ثقيله. راح نضيف الثوم. بسم الله. ديما في اعمالنا كما نقولوا نصليو ونسلموا على الحبيب المصطفى ونسميو على اعمالنا يعني راح نضيف لهنا ملعقتين او 3 زيت. نكتفي ب3 ملاعق. راح نضيف لهنا عندي راس الحانوت ملعقه مليانه مليحه لاباس بها وشويه فلفل الكحل. يعني نحب ديما نعاود المكونات لهنا لاخواتي باش يفهموني. راح نضيف القليل من الملح، ما نكثرش الملح لانه البروكلو تاعي او يغلي في وسط الملح. بعد اذا خصيت راني نزيد. راح نضيف لهنا ورقه الرند اللي قلت لكم عليها، وراح نضيف قطعتي الدجاج اللي قلت لكم عليهم متبلين. انا ديجا الدجاج تاعي راه متبل ونحطهم يتقلاو عادي على النار كي يتقلاو مليح جيدا. مع العلم انه ديما انا كي ندير مرقه خي قلت لكم نسبق في كاسرونه الماء نحطها تغلي باش نمرق بالماء مغلي، ما نمرقش بالماء بارد. اللوحه كما من ساعه لساعه اللوح قطرات من الماء باش ما تلصقليش البرمه تاعي. من بعد كي طيب راح نضيف شويه طماطم هذه كما قلنا صلصه الطماطم، شويه هريسه ونقفل عليها القدر حتى تعطيني صوص ثقيله. بقاو معايا خواتاتي وحبيباتي. لهنا راهي تقلات البرمه تاعي اخواتي، تقلى الدجاج نتاعي مليح، ذبلت البصله والتوابل. راح نضيف لهنا ملعقه طماطم. المرقه هذه تحتاج شويه طماطم هكا باش تجي حمراء وتجي مدوزنه وتجي ملبيه وخاثره. راح نضيف لهنا شويه هريسه، اللي ما يشتيش الحار يقدر يستغنى عليه. هذه مانيش راح نكثر الحار لانه بعدين راح نطلق فلفله. الهريسه على راس الماء فقط. نقلي هذه مليح الطماطم هكا مع المكونات نتاعي. لهنا انا راح نمرق بصح ما نكثرش الماء لهنا لانه الدجاج هو بالخف يطيب. الحمص تاعي راهو طايب هكا يعني قسمه يطيب لي الدجاج فقط، ما نكثرش المرق. اللي تحب فيها لاصوص بزاف تخلي لاصوص يعني لا باس. انا راح نكتفي بهذا القدر ونشوفوا اذا خصت طماطم خصت ملح اي حاجه خصتها راح نضيفوا لها. نقفلوا القدر تاعنا قدر الضغط حتى تطيب لنا هذيك لاصوص ونعاودوا نرجعوا مع بعضنا. بعد ما طاب لهنا الشوفلور تاعي اخواتي هاكم تشوفوا فيه، ها تخليهش يتحرحر خلاص اختي الكريمه، وما تخليهش خضر طول. ها هنا كتلظي عليه هكا ها هو طايب. حافظي على الزهره تاعو تكون هكا مليحه. انا حطيته لهنا في كيس يكثر من الماء لانه كل ما كثر كل ما كان مليح. ولا هنا راح نحضر له البيض اللي راح نقلي فيه.
عفوا، انا البيض اللي راح نقليه فيه نحط فيه لهنا معدنوس مقطعه، ملح، فلفل كحل، نشتي نحط فيه شويه القليل تاع الكمون باش ينحي الانتفاخ كما ديما نقولوا، والقليل من الثوم باش يعطيني بنه هكا مليحه. اكيد مع 2 بيضات. ها بسم الله. اللي تحب تضيف الفرينه تضيفها، اللي تحب تخلي الخليط هكا تخليه. انا ما نشتيش ندير فيه الفرينه، نكتفي هكا فقط بالخليط هذا. نمزج هذه المكونات مليح. كاين اخوات اللي يحبوا يزيدوا له الفرينه باش يجينا خفيف. نمزج مليح ونبدا نحط في الزهرات نتاعي لهنا في البيض واللحم في الزيت. راني حطيت من هي المقله تاع الزيت. انا لهنا راح نبدا نقلي الشوفلور تاعي اخواتي. ها كما راكم تشاهدوا هاني حطيته لهنا في البيض بالطريقه هذه. خلطيه مليح هكا بالبيض وحافظي على الشكل كما ديما نقول لك، حافظي عليه يبقى مليح. بسم الله. تجي رائحته زكيه جدا، يعني كي عاد فيها الكمون وفيها الثوم يجي مداوي ما شاء الله بالطريقه هذه. بالطريقه هذه كملي الاخت جميع الكميه اللي عندك نتاع القرنبيط او البروكلي، وقطريه في ورق ماس هكا لانه هو معروف عليه انه يهز الزيت. ومن بعد نرجع مع بعضنا نشوفوا كيف راح نكملوا الطريقه. لهنا الدجاج تاعي اخواتي راهو طاب والمرقه تاعي راهي خسرت، بقات حاجه قليله فقط. هاو الدجاج تاعي راني نحيته باش دوك حتى هو نحمرو كيما مع البروكلو. ودوكا في هاد اللحظات راح نضيف الحمص تاعي كما قلت لكم راهو طايب. هاهو غير يعني يهز شويه البنه برك تاع المرقه، وراح نلوح الفلفله هذه تنسم لي شويه برك المرقه، يعني الاخر تاعي خليها تزيد تختار شويه. انا نحتاجها تزيد تختار، ما تبقاليش هكا بزاف جاريه. كان هذا اخواتي الشكل النهائي لطبقنا لنهار اليوم. عباره عن بروكلي بالصلصه الحمراء او بالمرق الاحمر، يعني يكون شطيطها ثقيله شويه. مرق احمر لهنا رافقته بالحمص كما راكم تشاهدوا، بالفلفل لهنا الحار. الدجاج نتاعي قطع الدجاج نتاعي هاني وين حمرتهم وزينته بالطريقه هذه بالدبشه. اللي عجبته الوصفه يترك لي تعليق في اسفل الفيديو، وايضا اللي عجبته الوصفه ما ينساش الاشتراك مع قناتنا، قناتكم ايضا، قناه للبساطه اسرار مع ام جود. وما تنسوناش اخواتي من خالص دعائكم. وكما ديما نقولكم في ختام كل فيديو، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.